مساء الخير واهلا بحضراتكم باشا مصر. في الحقيقه النهارده معانا كلام كتير وزي ما قلت لكم خلال هذا الاسبوع وخلال الاسابيع القادمه. انا من جهتي انا وكل زمايلي في مباشر مصر بنحتفل ب 6 اكتوبر. 47 سنه شاء من شاء وابى من ابى، هو الانتصار العظيم، هو الانتصار اللي ربنا على مبادئه، الانتصار اللي زرع جوانا اراده جميله، انتصار خلانا كلنا نفتخر بعربتنا وببلدنا وبان عندنا جيش عظيم. قلت لكم يوم الاحد تحيه يعني كبيره من قلبي واجلال وتقدير ليه للشعب المصري العظيم، لان قواتنا المسلحه الباسله واسودنا العظام اللي بيحاربوا الارهاب وانتصروا في 73 من الشعب المصري العظيم. عندنا جيش وطني، عندنا شرطه وطنيه، عندنا قضاء وطني، ما عندناش مستورد بصراحه كده، يعني عندنا ما عندناش مستورد. فاللي يزعل يزعل بقى، واللي يتضايق يتضايق، واللي مش عاجبه ان الشعب المصري بيحتفل ومع الدوله ومع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظهره. لا، شعب محترم بيحب بلده، شعب محترم عايز بلده دي تبني وتبقى احسن بلد في الدنيا، وكلنا ان شاء الله دايما ايد واحده. شعب مصر العظيم ايد واحده. مفيش حاجه اسمها اصل الرئيس، اصل الحكومه، اصل الجيش، اصل الشرطه. اللي بيعملوا التفريقات دي هم اللي عايزيننا نتفرق. على فكره احنا كلنا كيان واحد. سياده الرئيس مواطن مصري، قبل ما يمسك رئيس جمهوريه هو مواطن مصري. دولة رئيس الوزراء هو مواطن مصري، الوزراء مواطنين مصريين ودكاتره كانوا في الجامعه وناس انا اعرفهم، وكان تزاملت مع احد الوزيرات في المدرسه. يعني عايز اقول لكم ان ناس وطنيين ويعشقوا هذا الوطن، وكل الناس وكلنا واحد. فعشان كده متضايقين مننا قوي اهل الشر، قنوات المعاديه متضايقين، بس هنحتفل ب 6 اكتوبر النهارده. في فقره الاخبار والفقره الثانيه هنتكلم طبعا. الفقره الثانيه اسمحوا لي اكون معاكم طول الحلقه، وزميلتي ايمان العقاد ان شاء الله هتكون موجود معايا، ان شاء الله هتكون موجوده الاسبوع القادم. بس النهارده هاخد الفقره الثانيه نتكلم عن ذكريات وحرب اكتوبر والابطال. بس الفقره الاولى عشان ضيفي الكريم انا بعتز بيه جدا، وهو كاتب صحفي كبير والكاتب الصحفي الكبير بالجمهوريه الاستاذ احمد البرديسي، هو ضيفي في الفقره الاولى. هتكلم معاه ماذا بعد. احنا بنحتفل بعد 47 سنه، هو بيحتفل بايه؟ فخلينا نرحب بيه ونبدا معاك الكلام. ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله رب العالمين. انا عايز اقول لك ايه، انا زيك كده وبحس كمواطن عادي كانسان عادي ماشي في الشارع ان احنا في كل احتفالنا ب 6 اكتوبر ليس يوما واحدا في العام وليس شهرا واحدا في العام، لان كل انجاز جديد نقيمه وكل مشروع قومي جديد نقيمه هو احتفال بنصر اكتوبر. ليه قلت كده؟ ايوه، لان هو ده الانجازات دي كانت مستحيله بدون نصر اكتوبر. انا لما اجي اشق قناه السويس الجديده كمشروع مستحيل التنفيذ، مستحيل ان انا ابدا فيه او افكر فيه او اخطط له من غير نصر اكتوبر ومن غير تحرير الارض وتحرير قناه السويس من الضفتين، لان اسرائيل كانت بتقول لا قناه السويس بالنص. النهارده بعد نصر اكتوبر اي لا، انا ازحت العدوان وازلت اثار العدوان، حررت ارضي، حررت بلادي، اقمت السلام، تفرغت للبناء والتنميه. ده احتفال بنصر اكتوبر الحقيقي، ان انا ابني عاصمه جديده، ابني العلمين الجديده، اقيم مشروعات في الطرق والمواصلات، ابني بنيه اساسيه جديده، اقيم مصانع جديده، اقيم صناعات جديده عسكريه ومدنيه، اقيم تنميه في الصعيد. النهارده احنا كنا بنكتب خبر عن تمكين فتيات المصريات في الصعيد. ده احتفال بنصر اكتوبر. المرأة المصريه هنتكلم فيها. كل هذه المعاني كانت مستحيله بدون نصر اكتوبر. ممكن اسال حضرتك حاجه؟ ليه دايما في اقتران كلمه السلام؟ يعني حتى حضرتك دلوقتي بتتكلم عن السلام، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما في كل مؤتمر بيتكلم وبيعمل اقتران بالكلام ما بين السلام واننا نمتلك جيش رشيد، جيش سلام، جيش يحمي ولا يعتدي. ايه الرسائل دي؟ رساله مهمه جدا، رساله مهمه جدا ان احنا اكتمال الامن القومي لمصر واي بلد في العالم. يعني الولايات المتحده الامريكيه اقوى دوله واغنى دوله في العالم، الجيش والمؤسسه العسكريه هي الاولى في العالم في المجتمع الامريكي، في كل لحظه المؤسسه الامن القومي الاولى في اي دوله هي الجيش الوطني اللي يحمي الحدود ويحمي الوجود ويحمي الوطن ويحمي الامن القومي بمفهومه الشامل. وانا هل انا ممكن ان اتفرغ لبناء
او امن ان عامل يبني او عامل يزرع او عامل يصنع الا اذا كان فيه قوات مسلحه تحمل وجود وتحمل حدود. الله إزاي عليك ده؟ الله عليك، صح. هو انا ممكن صح. ان انا ما انا هزرع ساعتها بس هيجي واحد يقش، يعني لو انا ما عنديش جيش قوي، أيوة. ما عنديش غواصات زي الاس 44 اللي هتنضم للقوات انضمت فعلاً البحريه إن شاء الله. وما عنديش التايب 209 اللي فيها الهاربون، وما عنديش المسترال، وما عنديش الرافال، وما عنديش على فكره احنا مش بنعيد الكلام ده كلام كده وخلاص، احنا بنعيده علشان بننسى. لازم الجيش المصري كان فعلا محتاج ان هو يتسلح باحدث الانظمه التكنولوجيه المتطوره نتيجه لاراده سياسيه واعيه. انا كنت قاعد مره، كان عندنا في جريده الجمهوريه ضيف من خبراء الاستراتيجيين الدكتور محمود زاهر، اللي هو محمود زاهر، فقال كلمه مهمه جدا، قال انا لا يمكن ان ابدا عمل واقيم مشروع الا اذا امنت باب بيتي الاول. ايوه. قبل ما اجيب لاولادي الاكل والشرب أأمن لهم البيت، أأمن لهم باب البيت وأعمل لهم بيت آمن. صح. والباب أستطيع إغلاقه، ده وأمن البيت هو القوات المسلحة، هي الشرطة، أمن بأولادي رايحين الجامعة وبناتي رايحين الكليات ورايحين الأطفال رايحين المدارس. احنا ما كناش أيام 2012 و2013 و2011 ما كناش بنأمل إن أطفالنا يروحوا KG1 يروحوا الحضانة، وكنت خايف على ابني وخايف على بنتي. إزاي يعني؟ هو ده المعنى الأمن. وحتى أيامها الناس كلها قالت الأمن سلعة غالية جدا ولها الأولوية الأولى. قبل ما عشان تأمين المجتمع هو القيمة الأولى في حياتنا. وبعد كده أتفرغ أما تأمن ده أقيم قوات مسلحة قوية، أقيم قوات جوية قوية، أقيم لأن أنا سلاح الطيران هو سلاح السيادة الجوية، تحقيق السيادة الجوية. ان انا يبقى عندي قوه بحريه تامن. انا عندي 2500 كيلو حدود شواطئ بحريه في البحرين الاحمر والمتوسط. تامين كل هذا لازم مصر تمتلك قوه بحريه كبيره جدا وتتحول لقوه بحريه كبيره لتامين كمان المنطقه الاقتصاديه الخاصه. ده احنا لنا مصالح في البحر المتوسط، لنا مصالح واسعه جدا في البحر الاحمر، حتى جنوب البحر الاحمر، تامين مداخل قناه السويس. انت بتتكلم ازاي؟ كل ده هعمل انا التنميه ازاي من غير هذا مظله الامن والحمايه لمصر و100 مليون مصري؟ انت شايف حضرتك الاصلاح الاقتصادي اللي تم في مصر، وهذا الاصلاح الاقتصادي الذي كان له فاتوره عاليه دفعها المصريون وهم في قمه سعادتهم ان بلدهم بتتبني. متضايقين، كان في اسعار، ولكن اظن ان الاصلاح الاقتصادي اللي حصل كنا محتاجين علشان نحمي بلدنا، والدليل على كده أزمة كورونا. في بلاد وقعت نتيجة كورونا والحمد لله انت قدرت تعدي. انا عايز اقول على حاجه حضرتك فاهم قصدي؟ طبعا انا عايز اقول على يعني اظن الاصلاح الاقتصادي ده يعني مشرط دكتور ونجحت العمليه. احنا قبل الاصلاح الاقتصادي، خلينا نتكلم بوضوح وصراحه، كنا ماشيين بما يشبه على مدى سنين طويله عشوائيه ماليه واقتصاديه. الاصلاح الاقتصادي كان ضروره ان انا التخطيط يمشي. ما فيش حاجه على فكره في مصر حتى دلوقتي من 2014 وبعد ثوره 30 يونيو ماشيه بدون تخطيط دقيق شديد الدقه. تلاقي كل المشروعات ماشيه في تخطيط، انا هخطط هعمل مشروع كذا، هعمل مشروع كذا. حتى علاقاتنا الدوليه ماشيه بتخطيط، وان في انفراد وانفتاح سياسي ودبلوماسي على جميع دول العالم وجميع القوى الاقتصاديه في العالم وجميع مؤسسات التمويل الدوليه في العالم. كل شبكه العلاقات الدوليه دي بتخدم ايه؟ مشروعات التنميه. طيب بالمناسبه دي خلينا نتكلم كده، والنهارده كان في زياره وده كان لا يمكن. طبعا مع حضرتك. خلينا النهارده نتكلم، وكان مثلا في زياره مهمه قام بيها النهارده رئيس هيئه الاستثمار المستشار المحترم محمد عبد الوهاب، هو رجل يعني نشيط جدا. النهارده راح للمنطقه الحره في مدينه نصر. مدينه نصر؟ يعني موجود هناك اللي هي المنطقه الحره العامه. ايوه. عايز اقول لحضرتك النهارده شاف مشروع لتصنيع الاحذيه وحقائب رياضيه، ودي كان فيه تكلفه استثماريه 900 مليون جنيه وتوفير 10,000 فرصه عمل لشباب. انت عارف ان توكيل عالمي، توكيلات عالميه جت مصر تصنع منتجاتها هنا. ما دي اللي اسمها سبلاي تشين، دي اللي انا كنت بدور عليه، ان زياده القدره التصديريه لمصر. زياده القدره التصديريه لمصر تيجي ازاي؟ والرئيس عبد الفتاح السيسي يعني النهارده اما منترا، الرئيس قال حاجه مهمه. منترا اصل مش هيعتبر عليها منترا دي من اكبر الشركات في التصنيع ده. اما تجي لك تعمل لك استثمار يملك حوالي مليار جنيه ويشغلك 10,000 واحد.
لا دي مهمه جدا، لان انا عايز اقول على حاجه. سياده الرئيس اشار لان عايز ازود حجم صادرات مصر خلال سنتين او ثلاثه ل 100 مليار دولار، وده مساله بالنسبه لدوله زي مصر يعني المفروض تبقى مساله اكسيوماتيك، يعني حاجه مسلم بيه. ايوه بزود انا صادرات ازاي؟ منتجات زي دي وصناعات جديده زي دي توفر فرص عمل سهله، واشيل العراقيل والعقبات والبيروقراطيه اللي كانت موجوده قدام 9000 شاب و9000 مهندس و9000 عامل وجدوا فرص عمل فهنا. وكمان ده هيغطي السوق المحليه، هيغطي التصدير، وهيوفر حاجه مشروع كبير زي ده 100% تصدير، 100% مشروع تصدير. وده السبلاي تشين اللي هي سلسله الامداد اللي كانت بتعتمد عليها الصين وحققت من خلالها المعجزه الاقتصاديه بتاعتها. وكانت برضه دول تانية كوريا الجنوبيه وماليزيا وكل الدول دي. شوف انا لسه بنتكلم في ايه يعني النهارده المستشار محمد ابراهيم اكد على حاجه مهمه جدا، قال لك مسانده الكيانات الاستثماريه، بص الكلام بقى، مسانده الكيانات الاستثماريه القائمه بالاستجابه لتوسعاتها وتقديم التيسيرات اللازمه لمواصله نشاطها الانتاجي وزياده الاستثمار لها. طب ده انا زياده الاستثمار دي مش ممكن، انت جبت الاصلاح الاقتصادي، كانش ممكن من غير الاصلاح الهيكلي والمالي يبقى عندي منظومه ماليه ومصرفيه قويه جدا زي كما حدث خلال الاصلاح الاقتصادي، كان تسند الاستثمار. ان انا اعمل مشروع زي ده واستثماراته كبيره كده ماشي، وفي تدفقات راس مال وتوطين تكنولوجيا، طب ده انا كل ده يجي ازاي؟ من غير ما عندي جهاز مصرفي قوي وقادر على استجابه لكل هذه الاعباء. هو فيه ايه؟ فيه تقدم من غير تحمل لاعباء. اكيد احنا كلنا دي سفينه واحده، الوطن ده سفينه واحده، كلنا لازم نبقى فيها ونحافظ عليها ونبنيها ونطورها من يوم ليوم. وكل انجاز هو احتفال بالنصر في 6 اكتوبر. كل يوم انجاز هو احتفال، هو ده معنى بحتفل كل يوم. ان انا اعمل، انا الخبراء العالميين كانوا بيقولوا ايه؟ العاصمه الاداريه الجديده مشروع حلم بعيد لن تناله. أيوة. سنه 2014 وانا قريتها في الايكونومست. ايوه. وقريتها في صحف فرنسيه، ويقول لك لا ده 45 مليار دولار هيجيبوهم منين؟ طبعا احنا كان الارقام عندنا اي حد يبص كده يقول لك هجيبهم منين؟ النهارده المرحله الاولى جاهز الافتتاح، كان المفروض تفتتح السنه دي، جاهز الافتتاح اوائل يناير القادم باذن الله. ودي مساله يقول لك ايه ده؟ معجزه عمرانيه ومعجزه كمان، ده مدينه ذكيه، اول مدينه ذكيه تقام في مصر بمواصفات القرن ال21، بمواصفات الاي تي تكنولوجي ومواصفات الديجيتال تكنولوجي ومواصفات الارتفيشال تكنولوجي. وانا اقول ايه؟ الذكاء الصناعي وان الرقمنه اللي انا بتكلم عنها العالم كله بيتكلم عنها، فيه ايه؟ ده انا بعمل تحول جديد في حياه المواطن. ودي مدينه لمين؟ هي مدينه لشخص ولا مدينه لشعب ولدوله وطنيه؟ مدينه لشعب ولدوله وطنيه. بمناسبه مدينه لشعب ودوله وطنيه، النهارده التامين الصحي سجل 3 مليون مواطن في المرحله الاولى. طيب. للمحافظات اللي ان شاء الله هتبدا فيها البدايه التجريبيه للتامين. المحافظات ايه؟ بورسعيد، الاسماعيليه، اسوان، جنوب سيناء والسويس، وبالاضافه طبعا في 800,000 مواطن في الاقصر. تيجي نقولهم للناس، معلش خلينا نقولهم للناس. قول حاجه جميله خالص دي، ده يعني عايزين نقول للناس مثلا تسجيل 603,000 مواطن في بورسعيد، 800,000 مواطن في الاقصر، 920,000 مواطن في الاسماعيليه، 548,000 مواطن في اسوان، 176,500 مواطن في محافظه السويس، و78,000 مواطن في محافظه جنوب سيناء. وعايز اقول لكم ان الاوراق المطلوبه للتسجيل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد المميكنة، أما الأطفال شهادة الميلاد بس للأطفال. أرجوكوا سجلوا نفسكم، ده حقكم كمواطنين على الدولة. زي ما احنا بنقول، شوف أنا بقول لكم حقنا كمواطنين على الدولة إننا نسجل نفسنا في التأمين الصحي اللي هنفخر بيه إن شاء الله في الفترة القادمة. أنا غلطان؟ أنا عايز أقول على حاجة. مش ده حقنا على الدولة؟ أنا عايز أقول طبعا. أنا عايز أقول على حاجة، وكان ممكن ده يحصل قبل من غير ثورة 30 يونيو، احنا لسه ثورة 30 يونيو دي ما عرفناش قيمتها. قيمتها التاريخية والسياسية لسه هتتعرف قيمتها كمان كتير لسه. أنت شايف كده أحمد؟ طبعا لازم، ده أبعاد كبيرة جدا. وأنا كان ممكن أعمل منظومة صحية متطورة. احنا في ظهرت أزمة كورونا، ظهر إن أنا عندي منظومة صحية كويسة. ظهرت أزمة جائحة كورونا، ظهر إن أنا عندي منظومة تعليمية متطورة. اللي حصل في الولايات المتحدة إيه؟
ان لو في الوفيات العاليه والاصابات العاليه في الولايات المتحده، ان ما عرفوش يعملوا منظومه تامين صحي. بل الرئيس قال لك احنا مش عايزين ده، وقال لك دي ال ديفايند سوشياليزم، قال لك دي اشتراكيه سيئه ومش هنعملها. ما عملوش التنظيم ده. النهارده جائحه كورونا 200,000 حاله وفيات، 209,000 واكثر من مليون اصابات، و10,000 و15,000. ما ده اللي خلى الولايات المتحده الامريكيه تضع 2 تريليون دولار من اجل مواجهه جائحه كورونا. جابت الفلوس دي منين؟ برينتنج. اه برنت من الطباعه، تضخم عندهم، حصل تضخم شديد جدا. تضخم. انا مش عايز مش هنبص. لا انت عندك لكن انا عندي هنا ما ربنا بيحمي البلد دي. ايوه انا عندي هنا عامل منظومه اقتصاديه صحيحه وسليمه. واما حصلت ظروف على فكره على الرغم انها كانت صعبه على فكره، الاصلاح الاقتصادي ما انت عارف واتكلمنا فيه. الدوله القادره على التخطيط والتنفيذ هي اللي عندها حسن الاستجابه للطوارئ، وظهرت بقوه ووضوح في جائحه كورونا، مواجهه برنامج علمي ومخطط طبيا وعلميا لمواجهه جائحه كورونا بانتظام. طيب ممكن بس اقول حاجه مهمه وعايز احيي عليها دكتور احمد السبكي طبعا، اللي هو مساعد وزيره الصحه للتامين الصحه، عاملين شغل محترم. نحيي كل منظومه الحقيقه انا سعيد بالحكايه دي جدا في التعليم والصحه بالذات. في شغل وهلا زايد الحقيقه. يعني بصراحه قال دكتور احمد السبكي قال ان هيتم اطلاق التشغيل التجريبي لمنظومه التامين. طبعا التكلفه بقى لازم نتكلم دايما. لما بتسمعوا الرئيس السيسي يقول لك بكام ومنين، كل الناس بيقولوا كده. النهارده اي حته في العالم بجد بتقول بكام ومنين، فلازم نبقى واضحين. اما الدوله توفر حوالي 20 مليار جنيه عشان هذه المنظومه تبدا، لا الموضوع مهم. يبقى الدوله حاسه ان في حاجه كويسه بتتعمل. يعني 19 مليار يا استاذ احمد و750 مليون بواقع 10 مليار للاسماعيليه، 9 مليار للاقصر، ولسه ده بس الاقصر والاسماعيليه وبورسعيد. يعني انت بتتكلم في منظومه مليارات الجنيهات. ده تحول كبير جدا، ده تحول في يعني لما محافظه تاخد لها المبلغ ده عشان التامين الصحي وفي مجال واحد. ايوه ده دليل ان انت كنت محتاج المنظومه دي، كانت مهترئه. ده في مجال واحد. انت كنت بتروح مستشفى لا تلاقي اي مستشفى عام. ايوه لا تلاقي لا ده ولا ده، وطبعا المستشفيات الخاصه انا مش هنتكلم. لكن انا النهارده التامين الصحي للانسان وللمواطن، للعائله والطفل ولكل انسان في العائله، واحنا طبعا واخدينها مراحل وبتخطيط. الحقيقه ان انا دي من الحاجات اللي كانت من احلامي. طبعا احنا كلنا زرنا اوروبا وشفنا المساله في باريس ازاي وكده، لكن انا هنا في مصر ان انا ابدا دي بانطلاقه كبيره زي دي وبمستوى متطور وباحدث. دلوقتي انا كنت اي مستشفى دلوقتي اللي ناقصه اجهزه التنفس الصناعي بيوصل له، واجهز احدث اجهزه العلاج في مختلف مجالات الادويه، وتجهيز مستشفيات المحافظات، تجهيز هو الكلام ده كان ايه؟ ده مش تكاليف، مش منظور. على فكره من غير الاصلاح الاقتصادي اللي اتكلمت عنه في الاول، كانت توفير هذه الاموال شبه مستحيل. وكان هو الاصلاح والتخطيط لها شبه مستحيل، وكنا محتاجين، وكان لازم يتعمل الاصلاح الاقتصادي، كان لابد منه والله. دي كانت اسمها سيرجيكال اوبريشن. جراحه كان لابد نعملها ولا المريض يموت، واحنا كان نرفض الموت لان والتاريخ. بصوا هتقعدوا بقى تقولوا اصل انتوا بتتكلموا تلفزيون، لا هو التاريخ هيقول ما له وما عليه. التاريخ هيثبت ان هذه الفتره كانت من اصعب الفترات اللي عبرت على مصر، واستطاعت مصر باراده سياسيه حكيمه انها تعبر هذه الفتره بكل حنكه وبكل امانه. حطوا لي بقى تحت الامانه دي مليون خط. احنا زدنا من 2010 او 2011 كنا حوالي 85 86 مليون، النهارده 100 مليون ومعديين. طبعا 15 مليون دول يعني اعباء جديده، وتعليم وخدمات تعليم، خدمات صحه، خدمات عايز جامعات جديده النهارده. طب انا اقول لك بقى المواجهه اللي حصلت في التعليم ده انا هتجنن عليه. انا عايز ارجع اتعلم من جديد، عايز اروح كي جي 1 حقيقي اتعلم كي جي 1. اي والله لو متاحه ليا ان انا اتعلم من يا سلام اتعلم كده. انت شايف في حاجه جديده بتحصل؟ طبعا في شيء جديد مختلف. انا ابني بيقول لي كلمات وبنتي بتقول كلمات
انا على ما عرفتها كنت في الثانوي وكنت في الجامعه. هو ما في بقول إيه؟ لهم دايما جوبا درجه النفاع بموضوع الكورونا طبعاً لما دخلوا اللي التكنولوجيا، حصل. وسبحان الله دكتور طارق شوقي ربنا سبحانه انصفه في هذه الفتره اللي كان فيه انتقاد كبير قوي، فاكر التكنولوجيا أنا عارف والله العظيم. انما فعلا الدوله لا اتعمل عندنا بنيه تحول اساسيه كبير جدا. بنيه تحتيه محترمه وبيتعمل لسه. البكالوريا كانت تتلغي في فرنسا ولغوا فيها امتحانات الشفوي وحاجات اتلغت فيها اجزاء. ممكن بس عشان في حاجه محمله، انا معلش كنت قابلت حد وانا جاي فانا وعدته، هو اسمه محمد ومن احد القرى في شبين القناطر، بيطلب حاجه وانا بتوجه لسياده اللواء محمود شعراوي اللي دايما بتوجه له بكل احترام وتقدير وعمره ما بيكسفنا، ودكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزاره التنميه المحليه، ارجو ايصال هذا الصوت لمعالي وزير التنميه المحليه. القرى الموجوده في شبين القناطر محتاجه نظره في موضوع الصرف الصحي. في بعض القرى اتعملت وفي بعض القرى ما اتعملتش. في بعض القرى نوابها اما كانوا في مجلس النواب عملوا مجهود خلصوا الصرف الصحي في بعض القرى، وفي بعض القرى اتركنت. فرجاء يعني بعد اذنكم يعني الفتره الجايه محتاجين اهتمام بهؤلاء الناس، لان ده شعب مصر، شعب مصر العظيم اللي بيحب الدوله، اللي نفسه يعيش حياه كريمه. قال لي احنا بنحب البلد، عايزين نعيش حياه كريمه، لان عندهم مياه جوفيه كبيره جدا تحت الارض، فالبيوت مهدده، البيوت بتاعتهم. فارجو التدخل في هذا الموضوع ويتعمل مشروع الصرف الصحي في هذه القرى الموجوده في شبين القناطر. انا مش بتكلم على الهزيون او الكلام، لا هي القريه انا لا اتذكر اسمها بس هجيب اسمها تاني. فارجو بس القرى في شبين راجعوها ان شاء الله، اعملوا كل القرى اللي حواليها. انا واثق ان هذه الرساله هتوصل للمسؤولين المحترمين اللي هيتوجهوا على طول، لان ده شعب مصر عنده طلب وده مواطن بيحمل اصوات الكثيرين. فمعلش انا اسف لا ده كلام مهم جدا. ما انا عايز اقول له هو لولا ان فيه انفراجه وانطلاقه كبيره في مشروعات البنيه الاساسيه كنا احنا نقدر نتكلم عن ده. لا ما كنا قلنا اولويات كذا وكذا ودي تستنى شويه، لكن احنا ده الصرف الصحي رايح للقرى. يعني رايح لابسط انسان في مصر ورايح للزارع والصانع ومحتاجه ومن حقه احنا لكن انا معنى كده ايه؟ ان في انطلاقه كبيره جدا في الخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطن في جميع المجالات. خدمات الصحه، خدمات المياه، خدمات الكهرباء. احنا ناسيين ايام اما كنا نص الشارع بيقيد والنص الثاني بيطفي، والنص الشارع ده يقيد ساعتين والشارع اللي ورانا يطفي. هو ما احنا كنا احنا بس مش حصل تغيير كبير في حياتنا دلوقتي؟ انا دلوقتي بيقول لك اللمض بالنهار، قالوا لي انت سايبين اللمض على الطريق الدائري قايده بالنهار ما تطفوها بالليل، اطفوها بالنهار. يعني قد كده انا عندي ده. النهارده بقيت بشتكي من ان انا لا ده انا قايد اللمض بالنهار. يا سيدي حصل في طفره في كل شيء. بيسيبوا الحاجه الحلوه يا استاذ احمد، فاهمني؟ انا عايز اقول لك ويحاولوا يشوهوها بحاجه صغيره. انا عايز اقول لك على حاجه، اللي الحرب الاكاذيب والشائعات المنطلقه اليومين دول على مصر دي مجرد ابواق ناس قلوبها مشتعله بالحقد على، لانهم ما كانوش متصورين ان احنا هنعمل اللي عملناه. كانش يتصوروا ان احنا كنا متصورين ان احنا هنعمل مشروع قومي قناه السويس الجديده، الضبعه، العاصمه الاداريه، خلاص. لكن ده احنا عاملين في كل مجال وكل مكان مشروع قومي كامل ومتكامل في البنية الأساسية، في الشوارع، في الطرق، في الصرف الصحي، في المياه، في الكهرباء. لا يا عم انت مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أسوان ده مشروع كبير جدا. أيوة. و20% من الطاقة الكهربائية في الفترة القادمة في مصر هتبقى من خلال هذا الطريق. مش بس الضبعة أو ده أو ده أو ده، لا ده مصر بحالها مشروع قومي كامل متكامل مع بعضه. وهو ده الاحتفال الحقيقي ب 6 اكتوبر، واللي من غير 6 اكتوبر بقى ما كانش ممكن اي مشروع يتعمل. لكن احنا النهارده في امن والامان والسلام اللي صنعوا حرب 6 اكتوبر وتحرير الارض. من هنا بنصنع وبنقدر نبني مشروعاتنا، مشروع في كل مكان. مدينه جديده، عاصمه جديده. هو ده المعنى للحياه. ان انا عندي امل كبير في مدينه العالمين الجديده. قول لي ايه؟ دي مدينه ولها اسم ولها مكان في تاريخ العالم. والاوروبيين بيحبوا يزوروا ابائهم واجدادهم اللي ماتوا في معركه العالمين.
دول انا حولت العلمين من مجرد مقبره، لا ده مدينه عالميه قابله ان هي تتحول ل منتجع سياحي عالمي زي شرم الشيخ، ينافس شرم الشيخ على مصر. ومصر من حقها ان يبقى يزورها اكتر من 50 او 30 40 مليون سائح في السنه، يبقى ده مصدر كبير للدخل القومي ومصدر للعماله طبعا وكل حاجه. انا النهارده في انطلاقه في كل مكان. هل ثقة العالم والمستثمرين ما كانتش هتبقى بالشكل ده؟ انا شايف اما بدأت تفتح موضوع الكورونا في دول بدأت تقفل تاني، مش هنضحك على بعض، عشان كده لازم اجراءاتنا الاحترازية تبقى مهمة. ما هو ان شاء الله، بس احنا محتاجين برضه اجراءاتنا الاحترازية. طبعا يعني ما ننساش الكمامة. لا ما احنا عارفين اننا دايما بنلبس كمامات فرجاء، لان الواحد بيروح اماكن كتير ما بقيناش نشوف الكمامات. ما انتوا عارفيني صريح. في حتى مؤسسات دولة، يعني مؤسسات حكومية، بعض الأماكن الأسواق ما بقاش فيه في المطاعم التباعد، بقى فيه قاعدين فوق بعض. أحلى حاجة إن مفيش شيشة لسه، بس في بعض المناطق بتوزع الشيشة في الدرج. لعلها بادرة إن احنا نلغي. ما احنا عايزين بقى رقابة أكتر في موضوع الشيشة ده، خلينا نعمل شعب صحي بجد يعني. ولا إيه يا أستاذ؟ طبعا الحياة ما فيهاش هزار يعني. ان احنا اولا الالتزام بالاجراءات الاحترازيه ده مهم، والوقائيه مهم جدا. ان شاء الله يا رب خلال شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر يكون تمام التوصل لفاكسين ويتم استخدامه. لكن الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، لان ده يساعدنا ان احنا نواصل العمل في مشروعاتنا الاقتصاديه، ولادنا يروحوا بامان في مدارسهم، لان احنا نبدا عام دراسي جديد ونواجه يبقى عام شتاء جديد آمن لكل مواطن على أرض مصر. طبعا دي ما فيهاش تهوين وما فيهاش استهانة، والالتزام بدي لا طبعا أنا معاك فيها، نهزر في أي شيء، لأن الحياة there is no kidding. الحياة والحفاظ على حياة الإنسان وبالذات الأطفال والشباب والشيوخ، لأن كورونا ما عادش بتميز. دلوقتي الإصابات في أوروبا معدلاتها أكبر في بين الأطفال بين 30 و40، فطبعا احنا خايفين على كل شرائح المجتمع. وأمريكا يعني حصل المدارس فتحت أسبوعين حصل 100,000 إصابة في الأطفال المدارس، وعشان كده الإجراءات الاحترازية مهمة جدا جدا، وبالذات للأطفال وفي المدارس والمستشفيات وكل مكان والجامعات إن شاء الله كمان. واحنا بنتكلم في توجيهات رئاسية مهمة جدا. واضح ان هناك اجتماع رئاسي موجود، سيادة الرئيس بيقول ان الإصلاح الاقتصادي إصلاح مهم جدا. الإصلاح الاقتصادي هتشهد الأيام أنه هدية للشعب المصري، على الرغم من أنه كان دواء مرا زي ما بنقول. دواء مر ده مننا، إنما فعلا كان صعب، كان لابد منه. في قدامنا ان سياده الرئيس بيوجه برضه ان انت عارف دلوقتي بيبقى في اكتمال للمتحف المصري، اكتمال للمناطق الاثريه، بيوجه بترميم الاماكن الاثريه، يعني الاهتمام بهذه المناطق. وانا هنا حتى من يومين كنت بتكلم على موضوع مزرعه الخيول العالميه اللي هي الزهراء اللي اتعملت. انت شايف الاهتمام بالدوله بهذا الموضوع في كل المجالات، واجتماعات الرئيس او الاراده السياسيه والاداره السياسيه بكل النواحي شايفها ازاي؟ انا شايف ان يعني بالنسبه ده كان الاسبوع الاربعاء اللي فات، الاربعاء الماضي، وانا كنا قاعدين في الجورنان وسط الشغل كده، فجالي مشروع الخيول العربيه. طبعا دي حاجه متفرده بالنسبه لمصر، طب وحاجه احنا بننفرد بيها، وده الحصان العربي ده مشهور، وحتى الفرنسيين يقول لك لو شيفال عرب والبتاع الكلام الجميل ده، الكلام الجامد ده. ايوه احنا متفردين بيه، وان احنا نهتم بيه ده بيبقى مصدر اول مصدر للرياضه ولصحه الشباب، ونشر هذا النوع من الفروسيه، رياضه الفروسيه، وتنتشر بين شبابنا. صح. ودي قمه الرياضات على فكره، ومصر برضو رياضه الفروسيه كانت متفرده بها على مستوى العالم، لكن كمان مصدر للسياحه وللتجاره والتصدير. لان العربي الاصيل، ان انا اصنع مصدر للدخل القومي والمصدر للعمله الصعبه من اي مجال. طب ما نتكلم بصراحه، اكتر، ما نقول للناس ان دبي ما كانتش دبي الا اما عملت هناك سباقات للخيول العربيه الاصيله، وكان هناك هذه السباقات واشتهرت على حول العالم بهذه السباقات اللي كان بيجي لها
المليارديرات بطياراتهم عشان يشوفوا هذه الخيول، ويتفرجوا وعن طبعاً. طريقها حصلت الاستثمارات في جبل علي. ما هي دي سياحه انا المليارات، بكلمكم بامانه شديده دي جدا. سياحه المليارات اللي تجيب مصدر دخل قومي اكبر. ماشي، انا عامل حاجات مستواها عالي، سواء بتخاطب دي طبقه مجال- معينه. دي مجال جديد، صح. عامل حاجات مستوى عالي، سواء في المشروع زي ده، مشروع العالمين الجديدة، مشروع العاصمة كل شيء مستوى عالي وبيتعمل على أعلى مستوى. الناس الخبراء الأجانب اللي راحوا زاروا العاصمة الإدارية الجديدة مش مصدقين انتوا بتعملوا إيه، مدينة للقرن الحادي والعشرين والقرن الاثنين وعشرين كمان. احنا ودي فرصتنا الوحيدة على فكرة. احنا في سباق مع منافسين في الإقليميين كبار ومنافسين حول العالم. لو لم نستغل هذه الفرصة لتحقيق النهوض الاقتصادي وتحقيق انطلاقة اقتصادية وتكنولوجيا كبيرة في هذا العصر، سيفوتنا القطار واحنا هنندم بعد ذلك. دي فرصة تحت قيادة زعيم وطني مخلص مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي. بمناسبة ان احنا بنتكلم على 47 سنة برضه اكتوبر، وكل يوم أنا في بحب انجاز يبقى في كل يوم احتفال. أنا خلينا بحب نستقبل كده احد ابطال حرب اكتوبر، انا بحب حرب اكتوبر، ونقول له كل سنة وهو طيب، وهو الشهيد الحي عبد الجواد سويلم. يعني هي مفاجأة بالنسبة لي بصراحة. أنا بشكر زمايلي في الإعداد وفي الكنترول، ونقول كل سنة وحضرتك طيب، وكل بطل من أبطال قواتنا المسلحة بألف خير. وإحساس أحد أبطال حرب أكتوبر عبد الجواد سويلم الشهيد الحي بعد 47 سنة إيه يا فندم؟ كل سنة طيبين يا فندم، واهلا بسيادتك، وكل سنة طيبين بأرض مصر العظيم. ازيك يا 47؟ كل سنة وحضرتك طيب، وشرف ليا ان حضرتك موجود معانا، وبشكرك انك موجود. ولولا يعني لولا التضحيات اللي عملتها حضرتك وزملائك، عمرنا كشباب ما كنا نقدر النهارده نتكلم ولا يعني نعيش في هذا العالم الحر على ارض حرة وتراب حر، بفضل يعني نقول ايه، جدعنتكم، اصالتكم، وحدتكم، الشهامة والبطولة، شهامتكم، بطولتكم على رأي الكاتب الكبير احمد البرديسي يا استاذ عبد الوهاب. والبطولة طبعا، البطولة. اولا الفضل لله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ثم الشعب المصري العظيم الذي انجب الابطال العظماء بتوع حرب اكتوبر، ثم القائد العظيم القائد المتفرد الشهيد الرئيس محمد السادات الذي اعطانا الفرصه عشان نرد كرامتنا ونرد ارضنا ونمحي هذا العار. بعد 47 سنة بتفتكر ايه لما بيجي اليوم ده؟ والله يا سعادتك انا اليوم ده بفتكره كده واكنني يعني معلش مع احترامي للقدسية جبل عرفات، لكنني على جبل عرفات من الخشوع والفرحة ان احنا ربنا كرمنا في هذا اليوم العاشر من رمضان، وكنا صايمين، وكان اللي هيستشهد في هذا اليوم ليه 3 جوائز: صايم، شهيد، على ارض مقدسة. صح صح صح. كنا نتسابق على الموت، وانا هضيف لحضرتك بصورة استثنائية حاجة ما تنساهاش ابدا حضرتك وتقولها لنا النهارده على الهوا بعد 47 سنة، سر كده ما قلتوش خالص، او حاجة عايز يعني جت على بالك افتكرتها، تقول ايه؟ والله هو انا عندي حاجة دايما على بالي، ان انا يعني لما انضربت انا مضروب، انا من رجال الصاعقة ومضروب في حرب الاستنزاف بصاروخ. الصاروخ نتج عنه بتر الساق الشمال، بتر الساق اليمين، بتر الساعد الايمن، فقد العين اليمنى، وجرح طول الظهر. مش هنسى كلمة القائد العظيم وانا جوه في سينا متقطع رجليا ودراعي وانا بقول لهم: شوف الرجاله بقى المصريين وجدعنتهم، هيموت عشان زميله، هيموت مش بيهزر، هيموت. وانا اقول للملازم اول عزت ابراهيم توفى الى رحمه الله متقاعد منذ اسبوع، كان لواء، يا ربنا يرحمه ويحسن اليه. بقول له يا حضرة الضابط عيد خد الرجاله وامشي بسرعه انا مت. لما واحد بقى رجليه متقطعه الاثنين بترين وبتر دراع وعيني وظهري كله وجسمي بيجيب دم من زي المصفى، يعني كلها دقايق ان لم تكن ثواني. بقول له خد رجالتك وامشي بسرعه، انتوا خساره انا مت.
يرد عليا بقى بعظمه المصريين: هنموت معاك ومش هنسيبك. هذه اللحظه مش نسيها ابدا ما دمت حيا. اتعمل معجزه، الراجل ده نفس يدوم بحملي والساقين مقطوعين ودراعي وسلاحي من عمق سيناء لغير القناه ل 11 كيلو، ثم حملي على نقاله ميدان 25 كيلو سير على الاقدام، عشان توصل كنا بنعيش حاله صعبه جدا في حرب الاستنزاف. وكنا بعد كده كنا سادين قدامهم وزياده كمان، رغم ان كل الكيلومترات عننا قليله، بس كنا سادين كويس جدا وشغالين معاهم وعايشينهم في رعب ليل نهار. حرب الاستنزاف هي اللي جابت النصر. اكيد لازم الناس تبقى عارفه كده ان الشعب المصري ما استسلمش بعد 67. كان في حرب استنزاف رائعه عملتوها كابطال، والجيش المصري اعاد بناء نفسه لحرب 73، لان ناس كتيره عايزانا نوقع الفترات دي في التاريخ. لا ازاي ده اسرائيل بتعتبرها حرب منفصله. بكل امانه وبكل صدق، نصر اكتوبر هو ينقسم نصفين بين بيت الاستنزاف واكتوبر. هما الاثنين دول، حرب الاستنزاف واكتوبر هي حرب واحده منتصره. معركه حرب واحده منتصره. لا واللي عاوز يشوف احنا عملنا ايه، شوف عندكم ايلات وشوف الغراق المدن ايلات، وشوفوا ضرب ايلات 5 مرات، وشوفوا معركه كاس العيش، وشوفوا ده احنا عملنا البدء. يعني حزننا لما دخلت امريكا وعملت ضغط النار يوم 7 اغسطس سنه 70، 7 اغسطس سنه 70. كنا في قمه مجدنا وزعلنا جدا ان مريض السادات رحمه الله عليه، الرئيس عبد الناصر رحمه الله عليه، كان يوقف اطلاق النار. كنا بنشوفها، كنا بنعرفهم بقى ايه دخلكوا الارض اللي بيخشها بيطلع فيه، وهي مقبره الغزاة، وهم يسمعوا دلوقتي وعارفين مني دلوقتي اللي هينزلها هينزل فيها صاحي، مش هنموتوا، لا هننزل فيها صاحي الا اذا ربنا. اكتر حاجه قريبه من قلبك لقب تحب حد يندهك بيه ايه هو؟ يا ريته كان حقيقي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى له شأن اخر. الشهيد الحي. الشهيد الحي هو اللقب ده اقرب لقلبك من اي حاجه ثانيه. طبعا كان نفسي اموت شهيد سعادتك، يعني كانت امنيه حياتي كانت وما زالت وظل ان اموت شهيد. يعني اصل مش هتلاقيها تاني، موتة سوبر مش هتلاقيها تاني. انت عشت عشان تبقى مثل اعلى لنا وللاجيال كلها. الحمد لله الحمد لله. انت عشت وربنا اداك هذا العمر عشان حتى تكون مثلا اعلى لكل انسان وكل طفل وكل شاب وكل رجل عنده نخوه وحب لهذا الوطن. انت مثل اعلى لنا جميعا ولابنائنا والاجيال القادمه كلها. انتوا احنا لا يوجد لا نملك ما يكفي لنجازيكم به، لا يكفي مهما فعلنا. هذا احنا كان عندنا مليون بطل في قواتنا المسلحه في حرب اكتوبر وفي حرب الاستنزاف. انت بتتكلم ازاي؟ واسرائيل بتعتبر حرب الاستنزاف حرب منفصله لوحدها في سجل الحروب، وكانت بتقول منتصره. والله انا عايز استغل وجودك معايا، وعايز اوجه كلامي تاني للناس المحترمه، سواء اللي عملوا فيلم الممر او عملوا حكايه الشهيد احمد المنسي في شهر رمضان الماضي، مسلسل الاختيار. لا انا عايز اشوف بدل الممر 3 4 زيه. يعني انا اتمنى يا جماعه اعملوا لنا الافلام دي. احنا محتاجين الولاد اللي طالعه النهارده من KG1 لحد ثانويه عامه يعرفوا الناس دي عملت ايه، يعرفوا الناس دي قدمت ايه، يعرفوا الشهداء في الشرطه عملوا ايه، يعرفوا تاريخ الشرطه المحترم عملوا ايه، تاريخ القوات المسلحه العظيمه عملت ايه. القوى الناعمه دورها كبير جدا جدا جدا. والله انا بوجه كلامي ده كمان لتامر مرسي المنتج المحترم، وانا عارف ان تامر من الناس محترمه. ارجوك محتاجين نشوف قريب جدا مسلسل و2 و3 وفيلم كمان عن هؤلاء الابطال. تضم صوتك لصوتنا يا استاذ عبد الجواد. الامم تعيش يعني انا يعني في قصه لو يعني انا عندي 74 سنه بقول لكم قبل ما اموت خدوا الماده مني ومن زمايلي قبل ما نموت، فيلم مش هيخطر على البال في قمه البطوله وقمه الانتماء. شوف واحد بيضرب بصاروخ تتقطع رجله ودراعه وعينه، واستاذن العظيم الرئيس عبد الناصر وقال اطراف نهائيه وارجع الميدان ثاني واقعد من 70 ل 75 عشان اتحاد اكتوبر بهذا الوضع. هذا لم يحصل على وجه الارض اطلاقا. ربنا يديك الصحه وان شاء الله في الاحتفاليه ال 48 نستقبلك ونقول لك كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل جندي عظيم في القوات المسلحه المصريه بألف خير على قيد الحياه. كل جندي استشهد او توفي
في الايام الماضيه بنقرا الفاتحه على ارواحهم الطاهره، اللي لولا ارواحهم الطاهره ودمائهم العطره عمرنا ما كنا نتكلم بهذه الحريه، عمرنا ما كنا نعيش النهارده في هذا الامن والامان. اشكرك شكر جزيل، كل سنه وحضرتك طيب ايها الشهيد الحي. ومصر أيوة مصر العظيم. مصر وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. الامم بتعيش بامجاد ابطالها. ما انا عشان كده بقول لك انا وبطولات بوجه للناس المحترمه تضم بصوتك والله. طبعاً، طبعاً. انا قبل كده انا طلبت من الاستاذ سامر مرسي واستجاب، والمره دي انا بطلب من الاستاذ سامر مرسي طلب يعني ارجوك ده دي عايزين أسطورة، مسلسل ده واتنين دي وثلاثة. أسطورة. عندنا عبد الجواد ده سويلم أسطورة، ده الشهيد أسطورة. الحي، ده عايزين أسطورة، الراجل غيره. هذا الراجل أسطورة. خلينا نحط 3 4 ابطال في مسلسل، طبعا طبعا. 3 4 ابطال في فيلم، طبعاً، 10 طبعاً. ابطال في فيلم، تخليد هؤلاء تخليد العظام. هؤلاء. عندنا افلام والله العظيم اهل الشر دخلوا جحورهم بفيلم الممر. والله العظيم مسلسل الاختيار خلاهم ب3 تعريف اهل الشر. احنا نعيش. فرجاء احنا محتاجين والله الابطال. انا عايز اقول لكم انا بشعر بفخر كبير لما اكلم حد من طبعاً، احد ابطال طبعاً، اكتوبر طبعاً. او بستضيف والله يا استاذ احمد. انا ما حضرتهاش، بس احساسك ان انت عندك جيش عظيم، عندك بلد، عايش في بلد دولة. احنا كان بداية الوعي بالنسبة لنا. انا كنت في اولى جامعة، كان بداية الوعي بالنسبة لنا. كنا بنروح نصحى من النوم الصبح كل يوم اشتري الاهرام والاخبار والجمهورية عشان اشوف تفاصيل التفاصيل في المعارك يوما بيوم ولحظة بلحظة. دي اعظم لحظة احنا ايام عشناها في حياتنا، وامجد ايام عشناها في حياتنا، اعظم الذكريات في حياتنا. انا لن انسى هذه الايام. احنا كنا فين وبقينا فين. كان اولا ان احنا نبدأ الحرب كان امل عظيم ننتظره، وما كناش متصورين ان احنا هنبدأ الحرب في اي يوم. حين بدأت المعارك وبدأت الحرب وبدأ القتال وانتصرنا كان حلم الاحلام تحقق. طب خلينا نرحب واحنا قاعدين كده مع واحد من الاعلاميين الكبار ومن المراسلين الحربيين والاذاعيين اللي انا باكن لهم كل احترام وتقدير. هو استاذنا كلنا، اهلا بالعظيم، استاذنا كلنا الاعلامي الكبير. اهلا بالعظيم. ده يا استاذ حمد، ده اهلا انسان. ده انا كنا بنتابعك لحظه بلحظه ويوم بيوم. استاذنا مساء الخير. والله العظيم. مساء الخير. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه وكل مصر بروح اكتوبر طيبه وبخير ان شاء الله. سيادتك تقول ايه بعد 47 سنه انت حضرتك يعني كل شيء حضرتك الاستنزاف على فكره. يعني ماذا تقول بعد 47 سنه؟ يعني اقول بعد 47 سنه ان من حقنا اننا نظل نفخر ونعتز ورسمه في السماء اننا عملنا هذه المعجزه التي ما زالت تدرس حتى الآن في الأكاديميات العسكرية العالمية. أنا الحقيقة اللي أنا شفته أولا للعلم، أنا بدأت نشاطي كمراسل حربي أثناء حرب الاستنزاف. وأنا من خلال متابعتي كنت عارف قد إيه الموانع الطبيعية والموانع الصناعية التي كانت تقف في وجه قواتنا كانت تعتبر المستحيل بعينه. وانا قلت قبل كده ان هذه الموانع كانت كفيلة بانها تجعل اي جيش في الدنيا لا يفكر اطلاقا في دخول اي حرب، فما بالك بقى بالعبور والتحدي كله. اسألك سؤال وتجاوبني بصراحة. شعورك ايه وانت كنت على ارض المعركة؟ هل كان عندك ثقة بالنصر؟ هل كنت حاسس وبتشعر ان ممكن هذا الجيش ينتصر، ولا كانت بتراودك افكار واحاسيس مختلفة؟ انا عايز اعرف كان احساسك ايه ساعتها. ده سؤال مهم جدا. انا كان احساسي اقرب الى الاطمئنان واليقين. ليه بقى؟ لان انا اثناء تغطيتي للمعارك التي دارت في سيناء عقب النكسة مباشرة، يعني انت عارف ان بعد النكسة بعد 5 يونيو 67 بعدها باقل من اسبوعين بدأت معركة رأس العش، ثم معركة لسان بورتوفيق، ثم معركة الجزيرة الخضراء، ثم ضرب اكبر مدمرة عندهم ايلات، ثم فانا كل ده خلاني اطمئن تماما الى اننا نستطيع اننا مش بس نحرر الارض ونستعيد الارض والكرامة، انما يعني نرد الصعصعين. وبالمناسبة
ما حدث لم يكن مجرد انتصار، إنما كان تحطيما للأساطير العسكرية الإسرائيلية بصورة غير مسبوقة في التاريخ. فده كان خلاني فعلا يعني ردا على سؤالك، وانا اعبر القناه وابدا عملي كمراسل حربي، كان جوايا هذا الاطمئنان اننا ان شاء الله قادرون على ان نثبت اللي اسرائيل كانت بتقوله. اسرائيل بعد النكسه كانت بتقول مصر لن تقوم لها قائمه بعد هذه النكسه، فكنت مطمئن ان احنا تقوم او قامت فعلا قائمتنا، واننا في طريقنا الى تحقيق انجاز هو الاعجاز او معجزه كما وصفها بحق الرئيس الراحل انور السادات. استاذ حمدي، حضرتك استاذنا ويعني ومثلنا، يعني انا شخصيا يعني بعتبر حضرتك مثل اعلى ليا شخصيا يعني. استاذ الاساتذه كلهم. ايوه طبعا. هل في كلمه؟ انا عندي كتابك يا استاذ حمدي. ايه؟ عندي كتاب له وهتحب الكتاب طبعا. هل في كلمه من الجنود اتقالت يا استاذ حمدي ما تنساهاش بعد السنين دي كلها؟ لا كتير قوي. انا فاكر. ما تقول لي بقى، ما تقول لنا ايه الكلام اللي اتقال قصادك ما يتنسيش؟ لا انا فاكر اللي ما انساهوش ابدا. انا فاكر اول يوم ليا كان تاني يوم الحرب، وانا على الضفه الغربيه بنستعد بقى على العبور بقوارب مطاطيه انا والمراسلين الحربيين اللي معايا، لان كانت المعابر بتتعرض لدانات المدفعيه من العدو الى اخره ومحاولات الطيران الى اخره. فانا واقف، فانا واثنين مراسلين من اصدقائي، كان احدهم زميلي وصديقي الاديب جمال الغيطاني. وبالمناسبه انا وجمال احنا كروائيين وقصصيين كانت النكسه يعني استولت علينا بشكل بشع، كانت مرارتها يعني حتى ثماله، وبالتالي كنت انا هو اول ناس نطلع اثناء حرب الاستنزاف نغطي المعارك هناك. فالمهم يوم 7 اكتوبر واحنا واقفين على الضفه الغربيه ومعانا 2 مقاتلين، فشفنا العلم المصري بعد ما نجحت القوات الاولى. انت عارف احنا عدينا حوالي 250,000 بالظبط، بس كان الاول حوالي 80,000 عدوا واحتلوا بعض نقاط خط بارليف، ولقينا العلم المصري فوق الجبل او فوق الستر الترابي ده في المنطقه دي بيرفرف كده. انا فاكر جندي مصري كان واقف معانا بيقول انتوا شايفين العلم بيرقص ازاي؟ على فكره ده مش الهوا اللي بيمرجعه كده، ده من فرحته انه رجع تاني. الله، شوف الجمال، شوف الجمال. الله يعني انا يعني ذكريات عديده، لما انا بكتفي بده النهارده. والله دي اجمل كلمه حضرتك قلتها، واحنا اولا احنا بنسعد بحضرتك لانك استاذنا، وانت من احد اهم الاعمده اللي قام عليها ماسبيرو، واحد يعني رواد هذا الاعلام المصري والعربي. فبنشكرك وجودك معانا طبعا النهارده، ونتمنى انك تنورنا قريب هنا في الاستوديو في مباشر من مصر، يبقى شرف لينا يا استاذ حمدي. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الله وانت طيب يا حبيبي، ومصر دايما ربنا يصحة وطول العمر وما يحرمناش من ذكرياتك يا استاذ حمدي. الله يخليك. الاذاعي الكبير والاعلامي الكبير. انا عايز كلمه واحده، اقول كلمه واحده بالمناسبه دي. النهارده وده موضوع انا كاتبه في الجمهوريه بكره بقى، وثائق طلعها اسرائيل لاول مره عن حرب اكتوبر. ايه ما تقولوا لي يعني زي ما استاذ حمدي كده قال لنا اسرار، قول لنا انت اسرار مقال بكره، قول لنا كده حاجات ماشي. قول اسرار احاديث جنرالات اسرائيل اثناء الحرب وفي الايام الاولى للحرب، وصدمه نجاح القوات المسلحه المصريه في العبور، وعبور 800 دبابه مصريه خلال 6 ساعات. ماذا قال ديان لمن حوله من جنرالات؟ يوم 7 اكتوبر ده اعتبروه يوم الهزيمة في اسرائيل. نمرة 1. يوم 8 اكتوبر بكى ديان في الخطوط الخلفية لخط بارليف وقال لا نستطيع ان نرد القوات المصرية مرة اخرى. حصل تحول في الحرب. يوم 9 اكتوبر اعترف بالهزيمة وبكى، وراح يطلب من جولدا مائير تجنيد الاطفال والشيوخ اكثر من 55 سنة واطفال اكثر من 17 سنة للدفاع عن دولة إسرائيل، لأن ما عادش فيه دبابات تدافع من خط سيناء
من خط قناه السويس لتل ابيب. عندهم 270 دبابه، 50% منهم محطمين وغير قابلين للاصلاح بعد تدمير كل هذه الدبابات. قال لهم ايه؟ لن نجد سلاحا ندافع به عن انفسنا، لن نجد احدا يدافع عن اسرائيل، وكانوا في حاله يأس كامله. شوف انت حضرتك بتقول ايه، معلش ممكن اربط حاجه. شوف الكلام اللي قاله استاذنا حمدي الكنيسي، قال لك ايه؟ قال لك انا كنت بشعر بمراره شديده جدا بعد 67. هو والاديب الكبير جمال غيطان ما راحوا يغطوا، قال لك بس كان عندي اطمئنان غريب على ان هيجي نصر. ما فقال لأن لك مصر عندي مش هتقبل كده. يعني شوف الروح زي ما المصرية. حضرتك بتقول. الروح المصرية. ديفيد بن اليعاد رئيس الاركان في هذا الوقت قال للمحيطين ده كان نصر عظيم من الجنرالات دي، بيقولوا احنا هنضرب 4 مدن عربيه عشان لانهم في حاله يأس وهزيمه مطلقه، عايز يغير مجرى مسار المعارك. قال هنضرب 4 مدن عربيه وبقى عايزين يبداوا باول دمشق ويمكن حلب، القاهره، اسكندريه، عايز يعمل حاجه زي كده. الرئيس السادات قال ايه؟ يوم 16 اكتوبر قال احنا عندنا صواريخ ظافر جاهزه للانطلاق وضرب اعماق اسرائيل بالنصر. ايوه. تم ردع اسرائيل ومنعها من اللجوء لضرب اهداف مدنيه. ليه؟ ما احنا ده هو ده المعنى العظيم. التاريخ لا ينسى، هو ده المعنى العظيم. لا ينسى انك عندك رئيس عظيم زي جمال عبد الناصر. طبعا. لما كان الامريكان في الستينات بيفكروا يضربوا القاهره بالقنبله الذريه. يعني هنضحك على بقى، ما هو ده تاريخ بقى. طبعا. ما ينفعش الشباب اللي طالع ما يعرفش تاريخ. ازاي انك عندك قاهره، عندك جيش، طبعا. وعندك ناس محترمه بتقف في وش العدو او في وش اي حد بيفكر ان هو يجي على البلد دي. لا طبعا. مصر مصر دي دوله كبيره جدا، مش دوله عظيمه الموقع بس. انت عايز معلش ممكن اكملها للناس عشان بس هي امريكا اللي عايز تعمل كده. روسيا تدخلت ساعتها، يعني روسيا هي اللي وقفت امام الولايات المتحده الامريكيه لايقاف ما كاد يحدث من كارثه، لان قالت لهم لو انتوا ضربتوا القاهره اسرائيل اول حاجه هي اللي هتتضرب. يعني شوفوا الحنكه وشوفوا ازاي عندنا رؤساء ليهم كان علاقات قويه بالعالم كله، ان الدول بتتدخل. وده اللي حصل النهارده. معلش مصر بلد مش ده اللي حصل النهارده؟ طبعا. مش انت كنت مجمد في الاتحاد الافريقي؟ طبعا. اصبحت رئيس الاتحاد الافريقي. مصر بلد اصبحت مهم. علاقاتك للعمق الافريقي. بلد مهم. مصر بلد مهم. انت العالم كله بيتكلم عن ما حدث في حوض شرق البحر المتوسط. ده مهم جدا. ان ريد لاينز اتعملت، الخطوط الحمراء اللي مصر عملتها في ليبيا، وكيف أذعنت تركيا للخط. الصحف العالمية بتتكلم عن هذا الخط الأحمر الذي حدته مصر في ليبيا. والنهارده المسار السياسي اللي رسمته مصر هو اللي ماشي في ليبيا، مش أي مسار تاني. وتم وضع حد شرق البحر المتوسط وأطماع اللي حصل في شرق من جانب تركيا اللي حصل في شرق المتوسط، وإن مصر تعمل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان. دي ماستر ستروك. صف العالم بتتكلم عنها ماستر ستروك، يعني ضربة معلم. معناها ان ايه؟ انت ما تقدرش تتجاوز دي. وخلت اتفاقك الزائف مع حكومة طرابلس بلا معنى ونيل وانفاليد، حتى اللي قالوا كده. حضرتك فاهم قصدي انا بربط ازاي؟ هي دي مصر القادرة على 2020 ب 73 لما برضه الدول مصر العربية القادرة على انها تفرض العزلة على من ينافسها او من يحاول ان يعاديها. يبقى اكسكلودد وايسوليتد. هو التاريخ بيعيد نفسه. معزول. التاريخ بيعيد نفسه. وعايز يرجع تاني يقول لك طب انا لازم اعمل طبعا. هل شايف ان دايما دعوات اللي بتفكر الرئيس السيسي باننا لازم نفهم ولازم نتوحد في الصف طبعا، ولازم نكون ايد واحده؟ انا لا اتحدث عن مصر، انا اتحدث عن العالم العربي ككل كله طبعا. هل ده فعلا ناقوس خطر في وجه المؤامرات اللي بتحاك؟ اصل ما بقتش كلمه مؤامرات دي نظريه المؤامره، دي حقيقه وواضحه. نظريه المؤامره وحروب الجيل الرابع وتفجير الدول من الداخل دي كارثه. انا عايز اقول على حاجه بقى، هقولها بقى لاول مره. كليه الحرب العليا في الولايات المتحده وجنرالات كليه الحرب العليا في الولايات المتحده بيقولوا احسن ما اخترعناه هو التخطيط لحروب الجيل الرابع بحروب المعلومات والشائعات والميليشيات. لانها مش بتكلفهم من يعني عشان تحرك جيش دي مليارات المليارات. تحط سلاح في
ما يبقاش في ايد القوات المسلحه بتاع الدوله فقط، لكن يبقى في ايد اطراف مناوئه للدوله. هو ده الشعب اللي هي هو اللي يقضي الارهاب. عليها. ايوه، يبقى انا ما احنا قلنا ان ما ده اللي بيحذروا قلنا في منه في 67 لبنان وفي العراق بيحصل وفي سوريا وفي حتت كتيره جدا الكارثه اللي وفي ليبيا. حصلت في لبنان. انا ردك النهار كلام قال لك ايه؟ انا هنا بقى أنا اول أشقائنا مره اللبنانيين لسه انا والله بقول لواحد مكتوبه في الجرايد الامريكيه، قال لك ايه؟ destroy Lebanon to save it. ها؟ شوف دمر لبنان ده اللي هي تهديد. بعد تدمير مرفأ بيروت. ده طبعا دي مؤامره والله كبيره أنا جدا، أتمنى الله إن شاء مؤامره الله كبيره هنشوف جدا. لبنان أجمل ان ست شاء الله الدنيا. انا اتمنى ست الدنيا. يتجاوزوا هذه المحنه، ان شاء الله يتجاوزوها، وانا واثق شعب لبنان قوي جدا وشعب متحضر، ان انا اقدر ان انا افرض العزله على منافس اقليمي او من يعاديني اقليميا ويحاول انه عنده اطماع اقليميه في ثروات البحر المتوسط والمناطق الاقتصاديه الخاصه أسألك بنا. حاجة واحنا بنتكلم كده، قول. الجيل اللي طالع اللي انت نفسك ترجع كي جي 1 عشان تدرس تاني طبعا، لان اسمعني والله بقولها لك منظومه بأمانة. التعليم مبهره. منظومه التعليم دي ومنظومه الاعلام ومنظومه القوى الناعمه أيوة. والثقافه والكلام ده كله نعرف نوصل للجيل الجميل ده والشباب الجميل اللي في الابتدائي والاعدادي والكي جي 1 والثانوي مفهوم العروبه بجد، مفهوم الاخلاص لتراب الوطن بجد اللي احنا اتربينا عليه. انا بكلمك على اللي طبعا ما اللي احنا كلنا اتربينا عليه، ما هو دي. نقدر نوصله لهم بلغتهم. ايوه طبعا لازم. انت فاهم قصدي ايه؟ لازم احنا بلغتهم. احنا قيمه منظومه التعليم او منظومه الصحيه اللي احنا بنعملها دي لاطفالنا واولادنا، لان احنا عايزين نوفر لاولادنا فرص حياه افضل مما راينا وفرص تعليم افضل مما تلقينا من تعليم. الواحد لولا انه بيحرص على انه يذاكر زي الاطفال كل يوم ويقول له انا قاعد بذاكر اهوت وانا عندي 67 سنه، خلي بالكم عشان تفهم كده، عشان يعرف ان المساله لا هي ده المعنى، ان انا احط في دماغه الاجتهاد والحرص على التقدم والانتماء للمكان، الانتماء للبيت، الانتماء للمدرسه، الانتماء للوطن. هو ازاي يعني؟ ما هو ده المعنى، الانتماء للعالم العربي الكبير، لان احنا مصر لوحدها قيمه وحاجه كبيره في العالم وموقع مهم، ودول العالم تسعى للتعامل مع مصر وإقامة علاقات صداقة وتعاون مع مصر، وده فرص لنا برضو، لأن أنا علاقاتي مع ألمانيا فرصة ليا وفرصة لألمانيا، وفرصة مع علاقاتي مع فرنسا فرصة ليا وفرصة وألمانيا، وكل مع فرنسا مع الصين مع روسيا كل مع الولايات المتحدة حتى كمان ده. لكن علاقاتي بالعالم العربي لأن أنا بيقولوا على مصر ترند سيتر، يعني مصر هي النموذج اللي العرب بيقلدوه. فمعنى كده ان علاقاتي بالعالم العربي، لان ده هو السوق الطبيعي ليا، هو الانتماء الطبيعي والتأييد ليا. انا في حرب 67 67 العالم العربي هو اللي وقف جنبي، في 73 العالم العربي هو اللي وقف جنبي، واستخدام سلاح البترول لولا انتماء العربي. طبعا لا واحنا النهارده رئيس السيسي لما بيقول ان امن الخليج جزء من الامن القومي لمصر، ما هو ده انا معاك، يعني احنا مع ومسافه السكه، احنا مع بعض في الخير وفي الشر ضد اي عدو، ولان مصالحنا القوميه على الحلوه والمره احنا معاهم على الحلوه. احنا ما فيش بيننا وبين الدول العربيه، ده احنا بيننا وبين السعوديه البحر الاحمر ده المفروض انه جسر بيوصل بيننا زي نهر النيل كده. السعوديه والكويت والامارات دول اشقاء، والعالم العربي وحتى المغرب العربي والمغرب العربي وافريقيا وكله. احنا انتمائنا العربي واضح وثابت ومش محتاج لدليل. هو بس الواحد بيزعل وبيحز في نفسه ان تبقى في دولة عربية بتمول للإرهاب ودولة عربية مش عايزة تراجع نفسها. أنا أتحدث هنا عن نظام سياسي وليس شعب، أتحدث عن نظام سياسي، وإحنا بنتكلم بقى عن لازم نفوق. يعني أتمنى ان هذه الدولة العربية تراجع نفسها، لأن فعلا تمويل الإرهاب هيصب في النهاية عندها. هي دلوقتي هي بتلف احنا بتتكلم عن منطقة عن قطر، خلينا نتكلم بصوت. ايوه انا بتكلم قطر بقت وجه قبيح في العالم كله، مش في العالم العربي بس. دلوقتي في باريس بيتكلموا عن وجه قطر القبيح في تمويل الارهاب وتمويل جمعيات خيريه واقامه صناديق خيريه في الواجهه، انه بيعمل خير وبيساعد ويعمل، لكن في الحقيقه الاموال دي بتتسرب
لميليشيات ارهابيه في سوريا، ميليشيات ارهابيه حتى في باريس، حصلت حوادث ارهابيه في باريس بتمويل قطري. هم زعلانين منهم جدا، وحادثه شارلي والكلام ده الحوادث، وحادثه مترو سان ميشيل هم ما بينسوش الكلام ده. وحتى في لندن حصل كده. فكل الكلام ده بقى الوجه القبيح. ليه ما حصل من فتره ازاي المكان اللي جنب تشارلي ابدو برضه حصل حادثه ارهابيه من كام اسبوع، من اسبوعين ثلاثه حاجه كده. ازاي من الاسلام العظيم دين التسامح ده موضع اتهام؟ لا دول متمسحين في الاسلام، متمسحين في الاسلام. لا انت بتتكلم عن الجماعه الارهابيه دي قصه كل ما هي متمسحين في الاسلام، لان كل الاديان السماويه بتدعو السلام يا الجماعه الارهابيه. ما هو خطر، انت تفكر ايه؟ طبعا ومستخدمينها منطقه اللي هي دي بقى ما ده عز في نفسك بقى. طب انت العروبه بقى اما تيجي تحتفل النهارده ب 47 سنه، انت عارف النخوه والشهامه على الجماعه الارهابيه الاخوان دي بقى في العالم دي التوصيف النهائي ان دي اكبر مقاول لتوريد الارهاب في التاريخ. الارهابيين في التاريخ في تركيا معسكرات تدريب الارهاب لداعش وجبهه النصره والقاعده، مهمه جماعه الاخوان التربيه الارهابيه لميليشيات الارهاب في جميع انحاء العالم العربي، في سوريا والعراق وفي مصر طبعا، اللي بعتهم لنا هنا في مصر طبعا في شمال سيناء وفي المناطق. انت عارف انا ليه ربطت يا استاذ احمد؟ يعني حضرتك النهارده انا خدت طاقه ايجابيه جدا، سواء من مكالمه الشهيد الحي عبد الجواد سويلم، او من الاعلامي الكبير حمدي الكنيسي، او من حضرتك. يعني حضرتك من بدايه الحلقه بتتكلم عن ان كل انجاز هو احتفال بالنصر. احتفال بالنصر، ولان من غير النصر ما كناش هنعمل اي حاجه. من غير انتصار اكتوبر النهارده ما كناش هنبقى قاعدين انا وانت كده. كنا هنبقى شعب مهان، واحنا شعب لا يقبل الهزيمه ولا يقبل اهانه الهزيمه. واحنا كنا اطفال. انا هقول لك بقى حاجه حصلت. انا كنت راجع من مدرسه واحنا في ثالثه اعدادي في يوم من الايام ومروحين، وحرب الاستنزاف ماشيه واحنا كنا في ثالثه اعدادي. والله زميلي بقيته بيقول لي وحرب الاستنزاف في معارك كل يوم، بيقول لي هو لو نحارب يعني كانت امنيه ان احنا نحارب. هو الدنيا حصل فيها ايه؟ ولما تحقق الانتصار تحققت كل الاماني. وفي ثانيه جامعه لما عملنا معرض الغنائم وحصلت الدبابات جت في مدخل جامعه القاهره، كن يوم اعظم ايام حياتنا، وقعدنا نتصور فيها. ده يوم ما ننساهوش. ما انت مش هتنساه ولا هننساه ولا. انا لما شفت الباتل قسمناها قدام جامعه القاهره وصورنا عليها اولاد وبنات، وكانت فرحه الدنيا كلها بينا. خليني كده في 20 ثانيه كلمه من القلب، 20 ثانيه بالظبط. تقول ايه بعد 47 سنه في 20 ثانيه؟ اقول ان احنا كل انجاز بنقيمه على ارض مصر في هذه الايام احتفال بالنصر في اكتوبر. مصر على هذه الكلمه. طبعا لانها عايز اقول لك ان بعد ما قلت كي جي 1 انا واثق اروح البيت بناتي هيقولوا لي هتروح معانا المدرسه عشان تبقى لانه بيتعلم اساليب جديده وطرق جديده وحاجات مبهره، وانا مبسوط جدا. نورتنا الكاتب الصحفي الكبير الجمهوريه. تحيا مصر لنحتفل بانتصاراتنا دائما. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد البرديسي كاتب صحفي كبير بالجمهوريه كان ضيفنا. وهختم الفقره لاني هستقبل ضيف من ابطال حرب اكتوبر، وانا فخور ان هو يعني ان انا هحاوره النهارده. سياده اللواء يسري الشماع وهو احد ابطال حرب اكتوبر بسلاح المظلات. هختم الفقره بالكلمه اللي قالها استاذنا حمدي الكنيسي. قال لك الجندي اللي شاف علم مصر هيفضل يرقص. عارفين العلم ده هيفضل يرقص على رؤوس اهل الشر، لان مصر فوق راسكم كلكم، ومصر تفضل عظيمة طول ما احنا عندنا جيش عظيم، شعب عظيم، شرطة عظيمة. فاصل ونرجع لكم. مصر باقية وأهل الشر راحلون إن شاء الله. إن شاء الله.